متابعي الكرام، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. وقبل ما نبدا معكم حكاية اليوم، نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا نعيمة. جيت اليوم نعاود لكم حليت حكايتي عينيا في مهمتي بوحديتها. على الطمع. الوالد توفى تغريت وأنا عندي عام وطحت في نيشان. الزوبيه. انا مهمتي واحد كانت البنت مقطوعة اللي من الشجرة. ترعرعت وحليت عينيا وبا في مهمتي ما كانوش بوحديتها. عائلته ساكنين لا معاه في حنين لا المدينة رحيم. فين ساكن. نهار توفى با ما توفى بقاوش ملي كانت عقلوا علينا عندي نهائيا. عام ونص. ما بقاو سولوا عليا امي ولا كانت مقطوعه قالوا من الشجره، ولدنا راه خلى واحد اما البنت با كانوا يتيمه عنده وما عائلته. كاينش اللي يخدم ونهار عليها. توفى واخا غير با مره ما واخا غير بقاوش من العيد عائلته للعيد عرفونا نهائيا. ولا قلبوا علينا عمرهم ما قلبوا ولا عليا سولوا عليا حتى ولا انا اللي سولوا من كيف ذنبهم دايره ولا الاحوال حنهم. ديالهم. مهمتي مسكينه مهمتي هي هي اللي اللي كانت ضربت عليا كضرب عليا تماره. تماره. كانت كانت ما مجبوره كتعرف حتى تخرج شي حاجه في تخدم حياتها ما عليا، قارياش وما عندها حتى شي واخا ما حاجه باش غادي عندها. تخدم حتى شي دبلوم. نهار ما توفى قاريه. الوالد امي ما كانت كنصالح اميه، ليها، تبقى غير ما جالسه في كتعرف الدار. تقرا كاع، ما ضروري كتعرف خصها تكتب. تخرج تخدم، باش ولكن كان ضروري توكلني خصها تخرج وتشربني تخدم. وتكبرني الحاجه الوحيده وباش اللي تعيش حتى كتقنها هي، لان هي يعني ما عندها الشقه حتى شي واحد اللي والطياب. يعاونها، لا على كان ما الا كان تاكل شي ولا حد ما عنده شي تشرب ولا مناسبه حتى كان فين كيعيط تسكن. لها طيب كانت ليه. كريابيت مع وداكشي اللي الجيران، قسم الله كيعطيو وكانت ليها الخدمه اللي كتعرف هي الديور. وكيعاونوها باش كتعرف ما تخدم غير في كانت الديور، كتخدم في الديور. اللي بغى خدمات يدير عند ناس ميناج لاباس الدار عليهم تخمال تكرفيس وكانوا التصوين كيتهلاو فيها يعيط ويتهلاو عليها. فيا. كانت كتعرف تصايب كانوا حتى الحلوه، السكنه وحتى ما كناش الطياب كانت ساكنين، كطيبو. كانوا الا كان عاطينها شي حد عنده محل شي معاهم مناسبه كانوا كيعيطوا عليها. وساكنين معاهم. المهم فاش ما كتظل كانت مسكينه في كتخدم الشقه مسكينه بالحلال. وكانوا كيتهلاو فيا، كيكسيوني من العيد للعيد كيتهلاو فيا. المهم ما ناسينيش وكيديروا بخاطري ويديروا بخاطر ميمتي. وهي مسكينه عاوتاني كانت خدامه معاهم حانيه الراس، ما تهضر ما تتكلم. واللي طلبوها منهم كتقول لهم واخا. عمرها ما خسرت ليهم الخاطر، وحتى هما في حق الله عمرهم ما دازونا ولا تخلاو عنا. مولات الدار كانت ملي تكسي ولادها تكسيني. ملي وصلت نقرا دخلتني للمدرسه وكانت كتعاونني في القرايه، لا هي لا وليداتها لا راجلها. كانوا كيحسبوني تقريبا بحال بنتهم. وانا كنت دائما كنشوف ميمتي وكنشوف تمارا اللي كتضرب، وكنت كنطلب من الله يعاونني نقرا ونشد شي وظيفه اللي نشد فيها شي ربح مزيان باش نخلي ميمتي تجلس في الدار معزه مكرمه وما نخليهاش تخدم في الديور. ماشي عيب الخدمه في الديور، ولكن كنت كنشوفها كتضرب تماره، كنت كنشوفها كتكرفص، وبغيت نحن عليها وبغيت نخليها حتى هي ترتاح. بركه نهار نوصل انا للبلاصه اللي بغيت صافي خصها ترتاح حتى هي. المهم الفلوس اللي كانت كتشد كامله عمرها ما خسرتها على راسها ولو سنتيم واحد. كانت كدير لي السوايع، دير لي مراجعه، تشري لي كتب اللي خاصيني، واللي بقى كتقول لي بنيتي هذا نخبيه لك الا احتاجتو قرايتك، تشري لي حوايج. المهم الحاجه اللي طلبتها كانت كتجيبها لي وما كانتش كتخليني منقصه قدام صحاباتي. كانت دايما هزه بيا الفوق. دايما كتقول لي بنتي عمرك ما تحني الراس، الحاجه الا شتها كديريها مزيانه عمرك ما تحني راس لشي انسان. حنيه الله سبحانه وتعالى، هو الواحد اللي يمكن لك تحني ليه راسك. اما من تمنيه العبد ما عنده فاش يفيدك. خدمي وقراي ووصلي لديك الشيء اللي بغيتي. وداك الشيء فعلا اللي كنت كندير، كنت كل العام كنجح حتى تخرجت استاذه. ونهار تخرجت كان هذاك عيد عندنا، بكات مهمتي مسكينه بالفرحه. قلت لي الحمد لله بنيتي اللي وصلتك فين بغيتي انتي، الحمد لله اللي حققت امنيتك. وانا ضربت تماره في هاد الدنيا كامله، هاد العوام اللي دازت كامله غير باش نوصلك ونحقق داكشي اللي كان باغي لك باك. قلت شوفي مهمتي دابا جا الوقت فاش ترتاحي. خدمتي وتكرفستي وضربتي تماره ومرضتي وما ارتاحيتي وكنتي دايما هزه همي. دابا جا الوقت اللي فاش انا غادي نهز الهم ديالك، انا اللي غادي نقابلك، انا اللي غادي نبقى نشقى عليك وعمرني ما نولجك لشي حاجه. فعلا كريس دويره، لان في الاول كان عليا نكري باش نشري شي دار، ما كانش عندي الامكانيات. كان خصني شويه بشويه درجه بدرجه حتى نوصل فين بغيت. كريت دويره وديت معايا ميمتي، طلبنا الاذن من الناس اللي كانت خدامه عندهم واخا ما سخاوش بيها،
نهائيا. ولكن قالوا لها ملي غادي تمشي ترتاحي سيري ترتاحي، لو كان كنتي غادي تسمحي فينا وتمشي لحد اخر ما غاديش نخليوك، ولكن ملي غادي تمشي ترتاحي سيري ترتاحي. صحيحتك هي الاولى. مشينا، وكانت مره كتمشي كتطلع على هاد الناس اللي كنا معاهم، مره كتمشي تسول فيهم، وهما عاوتاني ملي كيحتاجوها ولا الا طلعت عليهم كيجيو يقلبوا عليها. واخا خدمت انا مول الدار عمرو مسكين ما بخل علينا، كان العيد كيعيد لينا شي مناسبه كيتهلا فينا، واخا كيقول ليها لامي واخا بنتك خدامه انا ما ننساش خيرك، وانتي ربيتي ليا ولادي وتهليتي فيا، وكنت مدخلك لداري ومأمنك على حياتي كامله، وكنتي كتصوني الامانه، وانا غادي نبقى نتهلا فيك، وديكشي اللي كنت كنعطيك من الاول غنبقى نعطيه لك حتى نهار نموت. وفعلا داكشي اللي كان. شحال من واحد تقدم ليا فاش كنت باقا كنقرا ولا حتى فاش تخرجت، ولكن انا كنت كنرفض، ما كنتش باغا نتزوج نهائيا، لان انا كان عليا نضمن المستقبل لامي عاد نتزوج. كنت خايفه نتزوج وندي شي انسان اللي غادي يطمع لي في خلصتي ويحرم مهمتي مني، اللي غيخيرني ما بينه وبين مهمتي. وكنت كنرفض هذه المساله نهائيا. تنهار درت 28 سنه وانا بلا زواج. واحد النهار جات هذيك السيده اللي كنا عايشين معاها اللي كانت عندها امي خدامه، قالت لي ودي اش غادي نقول لك، انا راه شي ناس من عائله راجلي كيقلبوا يزوجوا ولدهم، وداك الولد صراحه راه الله يعمر ليه الدار، وبغيت ليه بنتك نعيمه، راه حتى هي بنتك حنا اللي ربيناها وعارفينها اش كتسوى، بنتك راه ذهب، ودابا الا بغات بنتك وهداها الله تزوج راه ما غاديش تلقى شي انسان احسن من هذاك. امي فرحات وعجبها الحال، قالت لي النهار الكبير هو نهار نزوجها، ولكن انا ما عليا ذنب، انا غنهضر معاها ونحاول نبرك عليها، وإلا هداها الله داكشي اللي نبغي حتى انا. جات عندي امي وهضرات معايا، قلت الحبيبه انا ما بغيتش باغا نتزوج، انا خصني نضمن لك مستقبلك حتى نهار نشري الدار ونأتتا وندير كل شيء عاد يمكن لي نفكر في الزواج. قالت لي يا بنيتي العمر كيدوز، انا هاني مريضه واليوم معاك وغدا العلم لله، وانتي وحدانيه لا حنين لا رحيم، حتى عائله باك عمر ما سولوا فيك، وإلا ديتي ريي على ما كتعاود الحاجه هاد ولد الناس راه مزيان وطيب وما غاديش تلقى معاه العيب، توكلي على الله وقبلي تزوجي به. وحتى انا الا ما بغاش هاد السيد نعيش معاك ولا شي حاجه انت كارليش، واخا تكري لي غير بويت مع الجيران وهاني ساكنه فيه، ولا نمشي نعيش مع الحاجه، راه ما تكرهنيش نونسها نهار كامل كتضل جالسه غير بوحديتها. شوفي الحبيبه انا غنتلاقى بهذا السيد ونهضر معاه، ولكن الا ما قبلكش انتي انا ما غاديش نتزوج به. الحجه هزاتك ما فيه الكفايه والله يكثر خيرهم، وما غاديش نكر خيرهم وداكشي اللي داروا معايا ولا نتكبر عليهم، ولكن خصك ترتاحي، لان واخا تمشي عند حجه كتنوضي تشقاي، واخا هي ما كتخليكش انتي ما كتقدريش تجلسي وكتنوضي تشقاي. قالت لي واخا انا غادي نهضر معاهم ونشوف. وفعلا تلاقيت مع السيد، وداك الهضره اللي قالت لينا الحاجه عليه كلها لقيتها صحيحه في داك السيد. وافقت وقبلت نتزوج به. وهذا السيد هذا كان يتيم، ما عنده لا مو لا باه. فعلا داز الخطوبه وتزوجنا. ونهار تزوجنا لان انا كنت شرطت عليه، قلت لها ولد الناس شوف فيا انا وحيده ديال امي وما نقدرش نخليها ونعيش بعيده عليها، دابا الا كنت باغيني نتزوج بك امي فين ما مشيت انا غادي تمشي معايا، خليها مرحبا بها الا ما هزاتش. هاد الكتف تهز الكتف الاخر، انا نهزها فوق الراس، ولا شتيش غادي ديري حنا غادي نديرو لا محل بوحديتها وتسكن فيه معززه مكرمه وما يخصها حتى خير معاك. فعلا تزوجت ومشى شرا دار، لان السيد كان لاباس عليه ما مخصوش الحمد لله، شرا دار. وملي شرا ديك الدار قال لي هذا هو صداقك، كتبوا لي بسميتي، وقال لي امك ساكنه فيها، سكنات فيها ميمتي. وكنت مره كنمشي عندها وهي عاوتاني كتجي عندي، كنت عايشه مع داك الراجل مزيان. من بعد ما مشيت اكتشفت بان عنده خوتو 10
كاين هو وخوه وختو اللي شقايق، وكاينين 7 ديال خوتو مخلطين فيهم الذكوره والاناث. خوتو من باه، لان باه كان مزوج 2 عيالات، مزوج المراه الاوليه وتفارق معها وتزوج بعكوزتي وتوفات، وتا هو متوفي كما قلت لكم. يعني واخا هكاك ما كانوش خوتو كيجيو عندنا بزاف. كنت كنسولو علاش، كيقول لي شوفي بنت الناس خوتي خليه من بعد عليك، حنا النقاشات عندنا كثيره، عندنا مشاكل على الورث، لان كان عندهم ورث كبير واخا قسموه بيناتهم. خوتو ديال باه ما كانوش قابلين على ديك القسمه، كانوا طامعين في الورث كامل، كانوا طامعين يديو حق خوتو، ولكن هو القانون عطاهم كل واحد عطاه حقه، وهما ما كانش عاجبهم داكشي اللي داو، وكانوا الصراعات دايما بيناتهم. المهم كانوا بعادين، كانت كتجي عندنا غير اختو. المهم واخا خدمت مشروكه، يعني كيخدموا بجوج في الوثائق الورث ديال المقسوم. المهم مشى ديك الدار لامي، بقينا المهم هذاك زادت عندي بنيته. من بعد عامين تقريبا عاوتاني ولدت 2 بنيتات توام. صافي قلت له راجلي صافي الله يجعل البركه بركه علينا. ونيت في نفس السنه اللي فاش زادوا ليا التويمين راجلي مرض، جاه المرض الخايب في الكبده. صافي ملي اكتشفنا بان فيه داك المرض، واحد النهار انا جالسه هو جا عندي راجلي قال لي شوفي انا عايمه. قلت له نعم. قال لي غادي نقول لك واحد الهضره، وهاد الهضره تبقى بيني وبينك، مهم تبقى مستوره، حاليا تبقى مستوره. قلت له ما فهمتش كيفاش. قال لي انا هاد الدار هادي اللي فاش ساكن غادي نكتبها بسميتك وشي املاك. المهم قال لي غادي نكسب كل شيء تقريبا للبنات. كاينين شي حوانت مكريين، شي كراجات مكريين، قال لي هادوك عاوتاني نكتبهم للبنات. قال لي المهم تقريبا الورث كامل اللي كان ملك غادي نكتبو للبنات، وغادي تبقى انتي وصيه عليهم. وهاد الدار هادي وكاين شي بقع غادي نكتبهم بسميتك انتي. قلت له نهار الشيطان. قال لي شوفي الاعمار بيد الله، وانتي ما عندكش الولاد، عندك غير البنات. من غدا الا وقعت ليا شي حاجه غادي يجيو خوتي، ماشي خوتي الحقيقيين، خوتي من با، غادي يشركوا معك كل شيء، وغادي يندموك على النهار اللي فاش زهديتي من الاحسن. هادشي اللي غادي ندير. الاعمار بيد الله، ولكن خصني نضمن حق بناتي، وما بغيتش حقي اللي ورثت من والديا يديوه لي خوتي وبناتي في الحياه. قلت له المهم دير اللي بغيت. وفعلا كتب داكشي اللي قال، وبقينا عايشين تقريبا عام مور ما عرفناه بالمرض ديالو حتى توفى قدامه الامانه امانته. الفلوس ما كانش كيحطهم في البنكه، الاغلبيه الفلوس ما كانش كيحطهم في البنكه، كان الفلوس كيخبيهم عندي في الدار. وكان كيقول لي دائما بانني ما كنخبي على خويا الكبير حتى شي حاجه، واي حاجه كنديرها اي خطوه كنخطوها الا وكنشور فيها خويا، واخا كلشي من حقي واي حاجه درتها راه ديالي، ولكن انا كنت كنحترم خويا وكنت كنخاف نغلط في شي حاجه، وكنت كنشور خويا دائما. كان هاد الكلمه كيقولها لي دائما. ونهار توفى خوه، نهار توفى راجلي، دوزنا العزو ولبست عليه البيض. حزنت وبكيت، ولكن ما عندي ما ندير. الحمد لله ربي خلاني نعوض في بنياتي. واخا كان بالنسبه لعندي السند الاخ الاب، كان بالنسبه لعندي كل شيء، لان تربيت يتيمه وما عندي حتى شي واحد اللي يحن عليا من غير ميمتي. ولقيت الحنان وداكشي اللي كنت كنقلب عليه لقيته في هذا الانسان هذا. وما كنتش كنبغي وبنيتاتي يترباو يتامى، ولكن قضاء الله كتاب. كان عمهم اللي هو لوسي الكبير كان كيزورنا يوميا، ودايما كيجي في يديه شي حاجه للبنات. كان في الليل يسول ولكن ما خاصه شي حاجه للبنات. المهم كيتصل كيجي دايما داخل خارج علينا. مع ميمتي كانت عايشه معايا في الدار. نهار توفى راجلي ما مشاتش امي كاع لدارها، بقات عايشه معايا. وكان لوسي كيجي، كنت كنحترمه وكنقدره. ومن بعد ما طول، المهم من نهار توفى راجلي ولوسي كان يوميا كيجي عندنا، اما يجي في الصباح اما يجي في العشيه. وإلا جا في الصباح في العشيه ملي كيدخل لدارو كيتصل يسول. كنت كنقول عادي، عمو بناتي ولوسي، وبقاو فيه بنات خوه.
ما كاين حتى شي مشكل. كان كيتصل بيا الا خاصني شي حاجه، وانا الا كانت خاصني شي حاجه ولا هذا كنتصل بيه. مع كنت لابسه البيض ما كنتش كنخرج، الاغلبيه ما كنخرج. ومع هو كان مكلف بالكرا ديال المحلات في عهد خوه، لان كاينين محلات كتار ديالنا وديالو هو، وكان كيتكلف هو بالكرا ديال كلشي، ومن بعد كيجيب لنا داك النصيب. كانوا دايرين شي شركه هو وخوه، وكان كيجيب لنا المهم النصيب ديالنا كيجيب. واخا حتى في عهد خوه كان كيعطي لخوه هو، يعني اللي مكلف. وبقات ديك الحاله هكاك كيجيب لنا النصيب ديالنا كل شهر. حيدت البيض وبقى السيد هكاك. تعودنا عليه ولفنا عليه. الا ما جاش كيبقاو او ما اتصلش كيبقاو الناس كيتسناو فيه. وانا حتى انا كذلك تعلقت به. ما بقاش غير لوسي، تعلقت به لان كان كيعاملني نفس التعامل اللي كان كيعاملني راجلي. ما كتخرج من فمو غير الكلمه الحلوه، ما كيخرج العيب كاع من فمو. السيد دخل سوق راسو ملي كيجي هو حاني الراس. كما قلت لكم تعودت عليه وهو تعود علينا. واحد النهار هو جا عندي قال لي شوفي بنت الناس، انا كنجي عندكم ونمشي ولفت بكم، وانتي عارفه عندي مشاكل مع المراه، وانا ما بقيتش قادر نزيد نصبر ليها، ودابا راني طلبت منها باش نتزوج. قلت له بينك وبين مرتك يعني عادي داكشي، الله يعاونكم. قال لي ولكن انا راه بغيت نتزوج بك انتي، وقبل ما تردي عليا فكري مزيان. راه ما كاينش اللي غادي يصونلك بنيساتك بحال عمهم، وما كاينش اللي غادي يتهلا فيهم بحال عمهم. انتي باقا زوينه وعاطيه النظره وباقيه صغيره وتقدر تزوجي، ولكن ما غاديش تلقى شي واحد احسن مني انا. ماشي كنشكرك راسي، ولكن شي واحد اللي يرتاحوا ليه بناتك ويعيشوا معاه بناتك بحال باهم، يعني يعيشوا معاه مرتاحين. ترددت في الاول، ولكن مع نفسي قلت علاش لا؟ اشنو الحمد لله كاين باش يعيشوا بنيتاتي. فوق هذا الشيء يعني ما غاديش ندير شي حاجه اللي حرام، غادي نتزوج حلال. وطمعت، قلت انا عندي املاك وعندي يعني عندي عقارات، عندي تبارك الله ما مخصوصاش كاع. علاش الليله زدت يعني ما كاين حتى شي مشكل، لان كان كيجي ويجيب عمرو ما جاب يديه خاويين. قلتها لامي وقالت لي شوفي بنتي، انا ما غاديش ننصحك تزوجي، غادي تضيعي راسك وصف. قلت لها علاش؟ قالت لي شنو خاصك؟ قلت لي ما خاصك حتى شي حاجه، برزقك بخيرك وعندك بنياتك، اشنو بغيتي اكثر؟ قلت لها ما بغيت والو، ولكن بغيت شي راجل يدخل ويخرج علينا بالحلال. بغيت بنيتاتي يلقاو اللي يوقف بجنبهم. انا تربيت يتيمه وما بغيتش بناتي يترباو يتام. قالت لي شوفي بنتي ديري اللي بغيتي، انا ما غاديش نقدر نمنعك، وما غاديش نقدر لان انت اللي دايره في راسك راه دايره. وافقت على الزواج عليه وتزوجنا بالموافقه ديال مرته. ومن بعد داني لواحد الدار اللي كانت انا كانت كتحسب ليا ديالو شاريها، ولكن هو كاريها وما قايلناش نهائيا. داني لعندها انا وبنياتي وقال لي هذه شريتها جديده باش تسكني فيها انتي وبناتك. وانا من طبيعه الحال كان عايش معانا، كان الضحك والنشاط. وصراحه مش غادي نقول لكم راه بحال اللي تقولوا راجلي الاولي اللي عايش معانا كان كيموت على البنات ويدير لهم في الخاطر. واخا نرفض انا شي حاجه كي هو كيغوت عليا كيقول لي لا خصك دير لهم خصك. مهم كان شاد معانا الخاطر حتى الطرف، وكان ما كيمشيش لمرتو الاخرى نهائيا الا الا دا ليهم المصروف ديالهم ويجي في حالاته. كنا عايشين مزيان، مشينا لشهر العسل، دوزنا شهر العسل انا وبنياتي وهو. كان نخرجوا نسهروا برا، كان نسافروا مره. المهم عشت معاه 3 شهور صراحه عشت ملكه. وكل مره يجيب لي كادو، كل مره كيجيب لي كادو. والفلوس اللي كان كيعطيني ديال المحلات وداك الشيء كل شهر كيجيب لي المهم الربح ديالهم حتى لعندي ما كينقصش داك 3 شهور كامله. حتى واحد النهار هو جا عندي قال لي شوفي، واخا كنت تزوج براجلي الاولي الله يرحمه ما كنتش خرج على الخدمه. كان طلب مني شحال من مره كيقول لي جلسي في الدار ترتاحي، ما عندك ما ديريش في الصلاح ديال الدراري وهذا، جلسي في الدار ترتاحي. ياك اللي خاصك انا غندير لك شهريه اللي كنتي كتشدي مع الدوله غنعطيها لك انا. ولكن كنت كنرفض، كنقول ما نقدرش نخلي المهنه اللي حبيت واللي كنموت عليها. المهم ما غاديش نقص منك حتى شي حاجه، ما غاديش
يعني المسؤوليه ديالي تجاهك كلها غادي نكون قدا، وما غاديش نتخلى على خدمتي وكنخلاني على حريتي. المهم خدمتي راني خداماها، ما مسالياش نقابل هادشي ديال الاملاك ديالي. كنت خليت لوسي هو اللي مسؤول، هو اللي مكلف. واحد النهار جا عندي قال لي شوفي هاد الدار هادي اللي فاش ساكنه علاش مخلياها، غادي نبيعوها وغادي نشريو فيلا. قلت له ودي انا بغيت نشري ارضيه ديال الفيلا، عندي شي فلوس ولكن بغيت نشري الارضيه ومن بعد نبني عليها للبنات. قال لي حتى دابا ما كاين حتى شي مشكل، بيعي هادي وعلى الفلوس اللي عندك انا غادي نشريك ارضيه. قال لي شتي الارضيه ديال الفيلا انا غادي نشريها وانتي بني، بيعي الدار على الفلوس اللي عندك وبني الفيلا ديالك. ياك دابا الدار غير شادي لها، حنا ساكنين في هادي، بيعي هذيك الدار. وكانت كتسوى الملاين هذيك الدار، كانت دار جات بواحد الموقع زوين. بعت الدار من بعد ما زيغوني بناتي وزيغني هو، بعت الدار على ديك الاملاك اللي عندي اللي كان على الفلوس اللي كانوا عندي. المهم شحال من حاجه بعتها وبديت بغيت نبني. مني مشيت كنبني قال لي انا غادي نعاونك في البني، المسائل ديك المواد دي باش ديال البني انا غادي نعاونك. كان كيعاونني مره كيجيب شويه. هو قال لي شتيش غادي ديري، انا راني داخل واحد المناقصه وطالب خاصني فلوس صحيحه، دابا داكشي اللي عندك سلفولي ولا بغيتي نعطيك عليه ضمان نعطيها لك. قلت له لا ما بيناتناش الضمان، قال لي غير على من نربح في هذه المناقصه هذه وغادي نرد لك فلوسك. عطيته داكشي اللي باش بعت الدار على النص تقريبا في داكشي اللي كنت مخبيه عندي في الدار اللي كان خلاني المرحوم. المهم جمعت الذهيب اللي كان عندي بعته وعطيته الفلوس، لان طلب لي مبلغ كبير. راه طلب لي تقريبا شي 600 مليون اللي طلب لي، لان الارض الدار اللي فاش كنت ساكنه راه جابت لي 300 مليون، لان دار فيها 3 ديال السكنات ولتحت محلات تجاريه، كانت موقع واعر. وعلى شي فلوس كانوا عندي في الدار، على الذهيب اللي كان عندي اللي كان كيجيب لي هو الكادويات واللي كان جاب لي راجل الله يرحمه. المهم جمعت راه تقريبا شي 600 مليون اللي عطيته. انا بالي راه الفيلا كتبنى واخا عارفاها بسميتو، ولكن مهم ثقت، ما عمرني نويتو غادي يغدرني. عطيته كل شيء. داك النهار اللي شد داك الشيء السيد قلب عليا، بدا ملي كيرجع للدار كيقلب لي حسب باغي باش يغوت البنات، غير كيغوت عليهم. قلت له بقيت كنفكر انا شتو ديك الطريقه ما عجبنيش باش كيتعامل. قلت له شوف فيا درت معايا سيمانه وطرد ليا الفلوس، شنو درتي في المناقصه؟ قال لي مالكي تانتي قلت لك نعطيك عليها الضمان وما بغيتيش، ودابا تانتي شغل ياك فلوس بنات خويا وانتي. المهم ناض كيغوت ناض هذا. قال لي شتيش غادي ديري، هادوك اللي لقاونا بجوج غادي يفرقونا. كيهز راسو وكيمشي لمرتو الاوليه. مشى لمرتو الاوليه، بقاو البنات كيرغبوني، ماما عيطي عليها، ماما عيطي على عمي طلبي منو السماحه، ماما راه ما دار لك والو، ماما انت اللي سخنتي. اتصلت به، وملي اتصلت به قال لي شوفي يا بنت الناس، داكشي اللي كان بيني وبينك سالا، بريتك راه غادي توصلك. قلت له فلوسي اللي عطيتك؟ قال لي هذوك ماشي فلوسك، دوك فلوسي انا. وقطع عليا التليفون. مشيت كنسول، قالوا لي اش غادي ديري، الفلوس اللي عندك عليهم شي ضمان؟ ما عندكش، راه كلشي مشى ليك. صدق داكشي اللي كان عندي كله داه. مشات بنتي الكبيره لعندهم للدار، سبات وعيرات وما خلات ما دارت فيه. قال ليها شوفي انا داكشي كامل درتو غير باش ناخذ حق خويا، وزيدون هاد ماماك اللي جايه كتغوتي عليها، واش داك الفلوس ديال باها خلاهم ليا باها؟ هي كانت غير بنت الخدامه، هذاك رزقي انا وولادي. خويا كتبوا ليها وخلاني بلاش. قالت له هاد ماشي رزقك انت. قال لا. قالت له واش ماشي حشومه عليك خديت حق اليتامى؟ قال لا. قلت له لا، انا قال انا ما خديتش حق اليتامى، نتوما داكشي اللي كتب لكم باكم راه باقي، ولكن داكشي اللي كتب لامكم راه حلفت بحلوفي عند السنتيم ما غاديش نخليه. وتحمد الله اللي ما حمقتهاش واللي ما خديت لكمش حتى نتوما رزقكم. جات من تما بنتي كتبكي، قالت لي ماما عمي دار هاد اللعبه كلها غير باش ياخذ لك حقك، داكشي اللي خلاك بابا كله بغا يديه عمي، لان قال لك انتي وكلتي بابا سحرتي ليه باش كتب لك كلشي وباش شرا الدار فاش ساكنه الميمه، ودابا حمدي الله اللي ما داش حقنا حنايا. بكيت حتى عييت وفوت فيه امرين الله.
وقلت كيما كان باقي بخدمتي، كيما كان باقي ببليصتي، وباقيين بعداتك باش يعيشوا بنياتي، باش يوصلوا ويقراو حتى هما. واخا راجلي ضمن لهم رزقهم انا ضيعته. طمعت فلوسي وتزوجت به حتى دار ليا فلوسي وخلاني على الدص. نوصي جميع الامهات اللي كيموت ليهم الرجال وكيبقاو عندهم الوليدات، نوصيك عمرك ما تفكري تزوجي، لا بقريب لا بعيد. لا تقولي هذا عمهم غادي يتهلا فيهم او غادي يديرهم موضع وليداتو. عمرك ما تفكري تزوجي نهائيا. حضني على وليداتك وربيهم احسن تربيه، ورزقك انتهى من الزواج نهار توفى لك الراجل. عمرك ما تفكري في حاجه اخرى وتطمعي تاخدي شي حاجه اللي ماشي ديالك.